السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة ديال اليوم خصتها للمغاربة المقيمين بالخارج اللي نسبة كبيرة منهم تتكون عندهم رغبة يستثمروا الأموال ديالهم في المغرب. الموضوع هذا ما غاديش يتطرق للجانب الإداري وإنما الجانب المالي وقانون الصرف اللي تينظم هذا الاستثمار. أي واحد فينا غادي يطرح تساؤلات مشروعة، أولها شنو تنعنيو بهذا الاستثمار. الشرط الأساسي والمهم هو أن الاستثمار خصو يكون ممول بالعملة الصعبة، إما عبر التحويل من الخارج للمغرب أو عملة صعبة اللي هي لي بيد بونك، أوراق نقدية اللي هي ديجا مديكلاري الديوانة، دونك خص لا ديكلاراسيون دوانيير إلا كانوا لي بيد بونك. وهذا الاستثمار في إطار قانون الصرف المغربي يمكن يكون على الشكل التالي: إما تأسيس شركة ولا المساهمة في رأس المال ديالها والزيادة في رأس هذا المال هذا. كذلك يمكن يكون الشكل ديالها على شراء السندات المالية في السوق المالية ديال المغرب، وأيضا إنشاء واحد الفرع ديال واحد الشركة أجنبية، شركة اللي هي على برا وتتبغي دير واحد الفرع ديالها في المغرب، ولا مكتب تمثيلي تيمثلها، ولا مكتب اتصال، دونك هي ان بيرو دو ريبريزونطاسيون ولا مكتب اتصال. كذلك يمكن تاخذ الشكل ديال المساهمه في الحسب الجاري المرتبط، لابور اون كونت كورون اسوسي، ان مثلا الشركه ملي تتكون محتاجه للفلوس باش تمول لاكتيفيتي ديالها تطلب من الشركاء يجيبوا الفلوس ماشي على شكل راس مال وانما على سلف. تيكون مثلا الانسان شريك والشركه ديالو اللي هو مساهم فيها تحتاج الفلوس، تيجي تيسلفها، وهاد الفلوس تكونطابيليزاو في واحد الحساب الجاري المرتبط اللي تيسموه لو كونت كورون اسوسي. وكذلك هذا الاستثمار يمكن ياخذ الشكل ديال منح القروض ذات الصله او شراء العقارات او حقوق الاستخدام المرتبطه بهذه المباني، اعمال بناء او اصلاح البنايات. وكذلك لما تتبلوكي الفلوس في الحساب ديالك مقابل الفائده، هذا تيتسمى استثمار. الفلوس جبتيهم من برا ودعتيهم في واحد لو كونت، بلوكيتيهم، تيعطيوك لي زانتيري، يمكن ليك ترجع هذيك الفلوس ولي زانتيري ديالهم الحساب ديالك على برا. التمويل ديال هذا الاستثمار يمكن يكون على شكل انك تمولو بتحويل بالعمله الصعبه او الدرهم القابل للتحويل، مفتوحين في بنك مغربي. كذلك يمكن تاخذ هذا الاستثمار ياخذ تشكيل ديال توحيد الحسابات الجاريه المرتبطه المذكوره اعلاه، اي لا كونسوليداسيون، سي سكون ابيل لا كونسوليداسيون ديال لي كونت كورون اسوسي، او توحيد ديون اللي ناتجه عن استيراد السلعه من الخارج واللي تتكون مازال ما تخلصاتش. ملي تدار لا كونسوليداسيون ديالها تتولي محسوبه في الكابيتال وما تتبقاش محسوبه على الفورنيسور، وانما تتولي في الكابيتال، تتولي السلعه في لا كونطابيليتي هي دونك ما تتبقاش محسوبه على الفورنيسور، ولكن بلاصه الفورنيسور تطلع الكابيتال. كذلك يمكن هذا الاستثمار ياخذ الشكل ديال توحيد كاع الديون اللي هي بالعمله الصعبه واللي تتولي محسوبه في راس مال الشركه. ويمكن نذكروا ايضا المساهمات العينيه اللي هي مموله بالعمله الصعبه او بالدرهم القابل للتحويل. ملي تنقولوا مساهمه عينيه، نعطيو مثلا مثال: واحد لاكسيونير، واحد المساهم في الشركه، تيجيب مثلا واحد الاله تدخلها، ولا تيساهم بواحد السياره اللي شرا من الخارج تتولي ديال الشركه مثلا، تسمى مساهمه عينيه. ولكن هذه المساهمه عينيه، هذاك الشيء اللي جاب لاكسيونير خصو يكون ممول بالعمله الصعبه. لما تستثمر في هذا النطاق هذا تيولي عندك الضمانات باش تحول الارباح ديال الاستثمار ديالك للخارج لحسابك على برا، او الفوائد ديال الاموال ديالك اللي بلوكيتي عند البنك ديالك. مثلا جبتي الفلوس من برا بلوكيتيهم، عطاوك لي زانتيري، يمكن لك تحول لي زانتيري على برا، ويمكن لك تحول حتى الفلوس اللي جبتي. مثلا الا بغيتي ترجعهم على برا عندك هاد الضمانه باش ترجعهم، وتيكون عندك الحق كذلك باش الا بعتي الاستثمار ديالك تحول ثمن البيع ديالو. ملي تقولوا الثمن ديال البيع ديالو هو انك بعتيه يمكن بواحد الثمن اكثر من اللي شريتيه وباكثر من اللي تقام عليك انك ربحتي. اذا الثمن ديال البيع ديالك يمكن لك
ديال هذا الاستثمار يمكن لك تحوله للخارج بعد ما تخلص الضريبه على الارباح. لما تجيب الفلوس ديالك من برا ولا تدير استثمار اما قلنا بالعمله الصعبه او ما شابه ذلك، راه البنكه ديالك ستعطيك الوثائق اللي تثبت انك راه دخلتي العمله الصعبه من الخارج باش دير واحد الاستثمار. هذا الاثبات هذا وهذه الوثائق غادي يطلبوا منك البنكه ديالك لما غادي تبغي ترجع الفلوس لبرا، سواء الارباح سواء الا بعتي الاستثمار ديالك. وغادي تقدم كذلك على حسب نوع كل استثمار تقدم الوثائق اللي خاصه به، والتفاصيل ديالها ديال هاد الوثائق هذه راه كاينه في المنشور ديال مكتب الصرف. دونك لانستركسيون جينيرال دي زوبيراسيون دو شونج اللي معروفه بليغوك اللي موجوده في السيت ديال مكتب الصرف oc.gov.ma. تنشكركم على الاهتمام ديالكم، وتنتمنى انكم تابوناو وتبارطاجيو هذا الفيديو، وخاصه مع المعارف ديالكم اللي هما على برا مغاربه العالم. وتنبقى راه الاشاره ديالكم الى عندكم تعليقات او تصحيح لان يمكن نغلط او طلب توضيح تخليوه ليا في هذا الطلب ديالكم، تخليوه ليا في الكومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله.